أستاذة سيدة عاملة إيه الأخبار؟ يا رب تكوني بخير. إحنا سعيدين النهاردة بوجودك معانا في العيادة، وسعيدين بالنتيجة اللي إحنا وصلنا بيها معاكِ. تمام؟ النهاردة إحنا خلاص بنثبّت وزن، وصلنا للشكل المثالي زي ما إحنا عايزين، ووصلنا كمان للوزن المثالي. يا رب تكوني كمان مبسوطة. تمام؟ حابين نسألِك شوية أسئلة كده علشان كل الناس اللي ما بدأتش التجربة تحاول تبدأ التجربة وتدّيها حافز كبير جدًا، وتعرف إن الموضوع سهل، وتكون دايمًا بتفكّر بطريقة إيجابية إن إحنا نوصل للوزن المثالي والشكل المثالي. أنتِ عارفة في ناس كتيرة بيبقى عندها ريبة أو خوف من الموضوع ده، تقول لِك يا دكتور أنا هابدأ، أنا خايفة، أنا ممكن ما انزلش، أنا ممكن ما اخسّش. فعايزين ندّي طاقة إيجابية كده للناس، فحبينا نشارك التجربة دي مع كل الناس. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان وزني محير جدًا لإن هُم في 10 كيلو لازم ينزلوا، عشان ساكنة في التامن وأقطّع وأنزل براحتي. فبحيث إن أنا دلوقتي أمّا جيت للدكتور كنت لازم إن أنا أعمل حاجة، لإن أنا كنت باشتغل وقعدت من الشغل، فقُلت كده هازيد بطريقة فظيعة. فاضطريت إن أنا أنزل مع الدكتور والحمد لله، الحمد لله نزّلني ال10 كيلو حلو الحمد لله، بقيت مبسوطة إن أنا نزلتهم. باقدر أتحرّك، باقدر أروح وباجي. هو أي نعم تحكُّم في شخصيتِك شوية، لإن أنتِ هتتحكمي في كل حاجة أنتِ هتعمليها، بس الحمد لله يعني الحمد لله، وصلنا للي إحنا عايزينه. جميل جدًا. الحمد لله. طب وإيه رأيك في البرامج يا أستاذة سيدة؟ يعني حسّيتِ البرامج صعبة، حسّيتِ تطبيقها صعب للناس؟ لا، هو يعني قَلَق بس. البرامج سهلة ما فيهاش أي حاجة، بس هو القلق اللي بيبقى جوّه البني آدم هو اللي بيخوّفك، بس لكن ما فيش أي حاجة. أنت بتاكل طبيعي وبتاكل اللي أنت عايزه، فهي بكميات قليلة بس بتحاول ده بيحفّزك إن أنت تتحكّم في نَفْسك برضه، كويس مش وِحِش. طيب يا أستاذة سيدة عندي سؤال أخير ليكِ، بالنسبة للمقاسات واللبس والشكل، ده حسّيتِ بفرق كبير في لبسِك القديم؟ كتير. كتير، حسّيت بفرق كبير طبعًا. 10 كيلو أنت يعني قد إيه 10 كيلو كتير. الحمد لله. إحنا بنشكرِك النهارده، وبنشكرِك على التجربة الجميلة اللي إحنا قضيناها معاكِ، وإن شاء الله إحنا بندعو كل الناس اللي هي ما بدأتش رحلة نزول الوزن تبدأ علشان تغيّر حياتها. ميرسي جدًا لذوقِك، شكرًا.